هو ليه بيأذيني قوي كده؟ ليه بيشوه صورتي قدام كل الناس؟ ليه بيتكلم عليا وحش قوي كده؟ احنا خلاص سيبنا بعض. ليه بيعمل فيا كده؟ ليه بيألف عليا قصص عشان الناس كلها تكرهني؟ أسئلة كتير بتسألها في الجلسات، سواء من الرجالة وسواء من البنات، على هذا المضمون. احنا خلاص انفصلنا، ليه الطرف التاني بيأذيني وبيشوه في صورتي؟ الحقيقة ان الشخص المؤذي اللي هو اكيد عنده مشاكل كتير خاصة بيه، هو الشخص المؤذي ده لما بيفشل انه يأذيكي او يأذيك، وبيحس ان خلاص الشخص اللي بيأذيه بعد عنه، ربنا كرمه، بيبدأ يأذيه بطريقة تانية خالص، اللي هي تشويه صورته. والاحساس دوت بيخليه راضي الى حد ما، لانه مش بيبقى متخيل انت ازاي بعدت عنه او انت ازاي تخلصت من تأثيره عليك. في الحالة دي حاولوا ما تسألوش نفسكم الأسئلة دي، وتأكدوا ان الأذية مشكلته هو، لأنه شخص غير سوي، لأنه شخص مش طبيعي. وما تحاولوش تسألوا كتير ليه بيعمل كده، لأن الإجابة ببساطة انه شخص مؤذي. فالحمد لله ان احنا بعدنا عنه ونرميه خالص ورا ظهرنا، وما نفكرش بيعمل ايه وليه وعشان ايه، ونكمل في حياتنا. هي دي اكتر رد هيضايقه، وفي نفس الوقت هيخليك تكمل حياتك. اكتبولي في الكومنتات هل تعرضتوا لحاجة زي دي، ولما حصل ده معاكم يا ترى عملتوا ايه وتصرفتوا ازاي؟